السلام عليكم الأصدقاء العائلة، نتمنى تكونوا جميعا بألف خير. نلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة. تخيلوا معي خبز بلا عجن بلا دليك بلا مجهود بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة العادية وسهلة لأي واحد يجربها غير بالملعقة بلا ما تحطوا يديكم بالخميرة البلدية ودقيق الشاعي والقمح الكامل. النتيجة خبز طري صحي ريحته كتعمر الدار. خليك معايا تشوف الطريقة خطوة بخطوة باش ينجح معك. هاد الخبز كيجي زوين بزاف بزاف، نعجنوه بالليل نطيبوه في الصباح كيجي يا سلام، زوين رطب. خليك مع الطريقة والفيديو باش حيت المراحل والطريقة مهمة باش ينجح معكم. هاد الخبز كيجي زوين زوين بزاف. بسم الله على بركة الله، ندخلوا المقادير والطريقة. غنحتاج هنايا الخميرة البلدية مفعلة من قبل. غنحتاج هنايا ملعقتين كبيرتين 2 معالق كبار ديال الخميرة البلدية. الخميرة البلدية الطريقة ديالها كاينة عندي في القناة، غنحطها لكم في صندوق الوصف. غنزيد الماء، يكون الماء دافي يعني بحال هذاك اللي كنعجنوا به عادي. غنحرك الخميرة البلدية مع الماء مع الماء عفوا حتى تذوب. صافي غنزيد هنايا دقيق الشعير. غنزيد في الاول كاس وغنزيد نصف كاس في الاخر. غنزيد هنايا كاس ديال القمح الكامل، كأسين ديال العنبة ديال القمح الكامل، النخالة ديالو رقيقة. وزدت مازال نصف كاس ديال دقيق الشعير. المجموع 3 كؤوس ديال دقيق القمح الكامل وكاس ونصف ديال دقيق الشعير. وزدت هنايا البذرات، يعني نتوما اللي بغيتو على حسب. وقليل من الملح، يعني داكشي اللي بغيتو نتوما. انا هنايا كاينه زريعه الكتان النافع، وكاينه حبه الحلاوه، وكاين الزنجلان، وكاينه حبه السوداء. نتوما لكم الاختيار اللي بغيتو حطوه. هنايا زدت الكاس الثالث ديال دقيق القمح الكامل. وهنايا ما غنحطوش يدينا، غنستعملوا غير الملعقه، كنعجنوه شويه بشويه نخلطوه هكايا. هاد الخبز زوين بزاف، غير جربوه. ويعني عملي كتعجنوه بالليل الصباح كتحطوه في الثلاجة الصباح كطيبوه مباشرة. وكنزيد الماء شوية بشوية تنتحصل هاد القوام اللي كتشوفوا. ما يكونش ثقيل بزاف، ما يكونش خفيف، حيت الا كان خفيف عاوتاني بزاف، حيت الا خمر مازال غيدار غيكون سائل. على هاد القوام اللي كتشوفوا، يعني هاد الخبز ما يعني سهل سهل جدا. اللي معكاز ما كيبغيش يعجن بزاف هذا راه خدام ليه. صافي هنايا زدت ملعقة ديال زيت الزيتون. أنا ما استعملتش العسل، ما استعملت والو، بغيت يكون صحّي 100%. غنغطيه هنايا ببلاستيك غذائي. غنخليه غير يعني هنايا فوق الطبلة هكايا. نخليه واحد نص ساعة. نغطيه بواحد الزيف أو أي حاجة عندكم. غنخليه واحد نصف ساعة حتى بدا كيخمر. حيت بالخميرة البلدية وما كترش أنا الخميرة البلدية حيت غنخليه يبات. بدا كيخمر راكم كتشوفوه. صافي دابا غنخرّج منه ديك الخميرة هكايا على هاد الطريقة. كنهزو من الجناب، من هاد الجنب ومن هاد الجنب تنخرج منه ديك الخميرة. وما تنساوش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. صافي تنخرج منه كنهزو من الجناب هكايا. المهم ديروا هاد الطريقة اللي كتشوفوا في الفيديو. صافي دابا غندخلو الثلاجة ليلة كاملة، بالليل حتى الصباح. هنايا قبل ما تخرجوا ديروا الفران يسخن جيدا، يسخن الفران مزيان. هنايا خمار ولكن ما تحركوهش، ما تخرجوش منه دوك الخميرة. هزوه مباشرة بالمعلقة هكايا، ب2 معالق. استعنوا بالمعلقة أخرى هكايا، قلبوه هكايا بالمعلقة باش ما نخرجوش ديك الخميرة. ونحطوه هكايا عشوائي، واخا ما مقد ماشي مشكل. حيت هذا راه كيتباع في المحلات الكبرى، كيتباع غالي. كيدير هكايا عشوائي، ما كيتقاد ما والو. صافي استعنوا كيما قلت لكم بالملعقة أخرى. والفران كيما قلت لكم يكون ساخن باش دغيا يطيب لكم وينجح لكم. ما تخليوش حتى تخرجوه من الثلاجة عاد ديروا عاد سخنوا الفران، لا سخنوه قبال.
حيت المخبوزات ديال الخميرة البلدية سخّنوا الفران مزيان، مزيان باش يخرج لكم الخبز زوين. صافي هكايا كنحطّو في الطاوة هكا عشوائي بلا ما يتقاد بلا ما والو. نتوما إلا بغيتو راه نقادو في الجناب شوية صافي. إلا وصلتِ لهنايا مازال ما اشتركتِ في القناة، اشتركي في القناة وخلي ليا واحد اللايك وتعليق زوين بحالك. هنايا خرجوا ليا هاد الكمية خرجوا ليا تقريبًا 9 قطع ديال الخبزات هكايا. كنقادو شوية هكايا إلا بغيتو، إلا ما بغيتوش بلاش. هنا هاد الخبز اللي زوين فيه ما غنحطوش مازال يخمر لا والو، نخرجو من الثلاجة ما تحركوهش، حيت ماشي بحال داك الخميرة بحال الخبز ديال الخميرة الأخرى. لا هذاك واخا تحركوه ماشي مشكل، هذا لا، ديال الخميرة البلدية ما نخرجوش ديك الخميرة نخليوه. صافي هنايا التزيين لكم الاختيار. أنا درت هنايا زريعة الكتان، درت السانوج يعني الحبة السوداء، درت حبوب الشيا، درت الزنجلان، درت الشوفان، نتوما لكم الاختيار، اللي بغيتو، إلا ما عندكمش بلاش. المهم التزيين يبقى لكم الاختيار. هاد الخبز راه المعكازات اللي ما كيقدروش يعجنوا راه هذا زوين ليهم. بارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء والأحباب حتى هما يستافدوا، يجربوا هاد الخبز بالخميرة البلدية وبدقيق الشعير ودقيق القمح الكامل. هنايا قطعته قطعوه هكايا بالمقص أو الموس اللي عندكم. واخا هكايا هاد الخبز ديال الخميرة البلدية راه ما كيتنفخش بزاف بحال هداك، حيت هذا طبيعي ماشي بحال هداك، ولكن كيجي زوين بزاف، ما كيجيش معجن، كيجي خفيف وزوين. إلا بقى حتى إلا بقى كيبقى يعني رطب. هنايا دغيا ما كياخدش ربع ساعة كياخدها، حيت هنايا مقرمل مقرمل وجا يا سلام زوين مع زيت الزيتون، يا سلام كيجي زوين بزاف بزاف. هادي بالشوفان. نتوما لكم الاختيار اللي بغيتو نتوما لكم الاختيار. كيجي زوين، زوين والريحة ديالو يا سلام. راه الناس اللي كيطيبوا بالخميرة البلدية راه غيعرفوا الريحة ديال كتجي كتشهي. كيجي رطاب، خليتوه هنايا خليوه حتى يبرد شوية عاد قطعوه، ما تقطعوش وهو سخون. ديما الخبوزات ديال الخميرة البلدية ما تقطعوهمش وهما يعني سخان. غنقطع معكم وحدة باش تشوفوه. النتيجة ديالو جا زوين بزاف وخفيف ما معجنش. الخبز ديالنا جاهز والنتيجة مدهشة. جربوه بنفسكم واكتشفوا الفرق بين الطريقة العادية وهاد الطريقة كيجي زوين بزاف بزاف. غيعجبكم والمهم هو يعني ساهل، ساهل ما تحطوش يديكم ما والو. نخليكم إلى فيديو آخر إن شاء الله. إلى اللقاء، مع السلامة.